ليبيا تجهز نفسها لاستقبال 60 مليون مصري، لأن الإسرائيليين بعد كم من الوقت سيعودون إلى سيناء، ويتم احتلال سيناء، عبور قناة السويس. هذه المرة قرروا أنهم لن يقفوا عند قناة السويس، سيصلوا إلى وادي النيل ويحلوا مشكلة المياه مثل ما احتلوا نهر الأردن. رغم اعتراف الأردن بالكيان الصهيوني لم يعطوه قطرة واحدة من نهر الأردن. نهر الأردن الآن محتل بالكامل، والأردن تموت عطشا وظمأ، وتبحث من يساعدها على حفر آبار لكي يشربوا منها الناس. الأردن مش اعترفت بما يسمى زورا بإسرائيل. ماذا استفادت؟ خذوا منها نهر الأردن، ماتت بالعطش. هم ياخذوا ويقولوا زيد.